عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إمام من قناة عالم إيمان تنظيم والوصفات. رجعت لكم البنات اليوم فيديو جديد، نتمنى أنها تعجبكم وتاخذوا منها أفكار. غتكون عبارة عن بعض الأشياء اللي قمت بها هذا اليوم، فحبيت نشاركها معكم كيف ما العادة. كيف ما كتلاحظوا فاليوم هو واحد النهار اللي مشمس، غنحاول نستغلوا نوعا ما. خليكم معايا ونبداو على بركة الله. اول شيء غنحضر معكم البنات هذا الصباح هو واحد الفطور صحي يمكن لكم تحضروه ليكم او لاطفالكم. هنا عندي واحد الكميه ديال الشوفان وعندي الحليب. هذا الحليب وليت كنستعملو مؤخرا هو حليب اللوز، صحي وهكا تيكون بيو وما فيش يعني واحد الكميه كبيره من الدهنيات. المهم يمكن لكم تعوضوه الا بغيتو بالحليب العادي. غناخذ واحد الكاسرول اولا واحد الطنجره وضعت فيها واحد الكميه ديال الماء وغنخليها تدفى شويه. من بعد غادي نسكب فيها واحد الكميه ديال كاس العنبه من الشوفان، غادي نخليه يعني فوق النار حتى يبدا يغلى. عاد غنضيف عليه الحليب والمكونات الاخرى. من بعد ما الشوفان ديالي كيولي يشرب هذاك الماء وتيبدا ينشف، غنضيف عليه الان الكميه ديال الحليب. كيبقى لكم الاختيار، بغيتوه يجي خفيف وتناولوه في الصباح بحال الحسوه يمكن لكم تضيفوا واحد الكميه ديال الحليب. بغيتوه يجي هكذا عاقد فنصف كاس راه كافي انه يعني يعقد لكم الخليط ديالنا. المهم هنايا غادي نبدا نحرك غير بشويه. غادي نضيف واحد الملعقه ديال العسل الحر وتقريبا ربع ملعقه من القرفه. غنحرك هاد العناصر جيدا حتى تختار مزيان. عاد غنطفي عليها النار وغادي نوريكم طريقه التقديم. من بعد ما كيطيب الشوفان وكيعقد يعني انا بغيت نحصل عليه بهذا الشكل، غادي ناخذ الان واحد الاناء ديال التقديم وغادي نوضع فيه الكميه اللي بغيت. ومن بعد يمكن لكم ترافقوه باي شيء عندكم في البيت سواء فواكه او مكسرات، كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نرافقه بالقليل من الفواكه وشويه نتاع الزبيب او العنب المجفف. كتجي صراحه واحد الوجبه ديال الفطور اللي كامله ومتكامله، صحيه ومفيده للاطفال وكذلك لينا حنا الكبار. فكنصحكم انكم تجربوها، غتعجبكم بزاف. وهذاك المذاق ديال العسل الحر مع القرفه كيعطي واحد الحلاوه اللي زوينه وطبيعيه، كتخلينا نستغناو على السكر بصفه عامه. وكل ما بعدنا عن السكريات كل ما احسن. اما الان البنات من بعد هذه الوجبه ديال الفطور الصحيه غنقوم بترتيب البيت. غير الاشاره فهو ترتيب وليس تنظيف، لان التنظيف كيبغي وقت طويل، كيبغي مجهود وكيبغي كذلك معدات. اما الترتيب فهو سريع بزاف، يعني ما ياخذلكش دقائق في الصباح ويمكن لك ترتبي البيت ديالك باكمله. غير فقط خصك تكوني يعني كل صباح ديري نفس الاشياء في واحد الوقت اللي يكون محدد. بالنسبه للغرفه ديالك او لغرفه الاطفال فما كتاخذش وقت نهائيا. من بعد ما تستيقظي في الصباح وتفتحي النوافذ وتهوي هكذا المكان وكذلك الفراش يتهوى، فكنصحك انك من بعد تجمعيها مباشره. غتاخذ لك 5 دقائق بالكثير يعني بسرعه، وغادي تبان لك الغرفه منظمه. لان كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو قديمه 90% من ترتيب الغرفه هو السرير. اذا كان السرير مرتب ومنظم غتبان الغرفه نقيه وزوينه. اما الا كان هكايا ما مجموعش فغادي تبان غير مرتبه وغتبان مكركبه. فكنصحك انك تبداي بها هي الاولى في الصباح. من بعد غرف النوم غنتوجه الان للصالونات. كيف ما كتلاحظوا فالصالون راه يعني مرون فيه كل حاجه يعني في مكان، لانه بقى من ليله امس. وغير الاشاره البنات، فاذا كنتي انت سيده كتخلي اطفالك يلعبوا في كل مكان وتخليهم يلعبوا بالالعاب في كل مكان ويرونوا الدار، فانت صدقيني مثاليه. لان ما يمكنش البنات نحرموا الاطفال ديالنا ونقيدوهم ونخليهم في واحد المكان ونقول لهم ما تجلسوش هنا ونوضوا هذا المكان خصو يبقى نقي الى اخره. فهذا مستحيل. اي بيت فيه اطفال فما يمكنش يكون مرتب 100%، لان ضروري الاطفال غادي يرونوا. وحتى انا شخصيا، لان بزاف ديال الاخوات كيراسلوني سواء على الفيسبوك او الانستغرام تيقول لي ايمان دائما تيبان الصالون ديالك نقي والغرف نقيه وعندك الديكورات، كيفاش كديري مع الاطفال؟ ما كيهرسوا حتى شي حاجه، ما كيرونوش.
فالبنات حتى انا بحالي بحالكم بعض الاحيان يمكن لكم تدخلوا عندي للبيت وتلقاوه مرون والاطفال يقدروا يكسروا الديكورات، يعني هذا شيء عادي جدا لانني ما يمكنش نقيدهم وكنخليهم يلعبوا في كل مكان ويدوا الالعاب ديالهم فين ما بغاو، ومن بعد ملي كيساليو كنرجعوا الالعاب للمكان ديالها. لان البنات للاسف وسمحوا لي بزاف على هذا لو تيرم، كاين بعض السيدات اللي وصلوا واحد المرحله تيعبدوا فيها الفراش وكيعبدوا الاثاث وكيعبدوا الديكورات، ما كيخلوش اطفالهم نهائيا يقيسوا اي حاجه، وهذا شيء ما مزيانش. يعني الاطفال كيتكون فيهم واحد الخوف وتيبقاو يخافوا انهم يقربوا من الشيء او لا يخافوا يكسروا الشيء، وهذا الشيء غير صحي بالنسبه للطفل ديالك، ما كينموش واحد النمو اللي عادي بحال اي طفل وسليم. فكننصحك انك تخليهم الحريه وتخليهم يديروا اللي بغاو في البيت ديالهم، لان في النهايه هذا بيتهم وماشي بيت الضيوف، فماشي دائما خصنا نستناو حتى يجي الضيف عاد نجلسوا في هذا المكان او حتى يجي الضيف عاد نحلوا هذا الشيء. استمتعوا البنات مع وليداتكم في قلب البيت ديالكم، اللي شفتوا اشياء جديده دشنوها كيف ما كنقولوا، فتحوها، زينوا البيت، شوفوا كيف ما بغيتوا، استمتعوا باللحظه لان الحياه ما كتستناش، واللحظه خصكم تعيشوها وما نبقاوش نفكروا بزاف في الغد. هذا هو البنات لو سيبور اللي كنت شاركت معكم في المنتوجات ديال بانغود. من بعد ما ركبته فهو كيجي بهذا الشكل، صراحه عجبني. وهكا يعني في اماكن يعني تقريبا 5 ديال البلايص فين يمكن لكم توضعوا سواء الهواتف او هاد لي تيليكوموند، مهم عملي وجمع ليا كل شيء في مكان واحد. ومن بعد ما انتهيت من الصالون الاول غندوز الان الصالون الثاني بنفس الطريقه يعني وبسرعه غادي نرتبوا. فكيف ما قلت لكم في الاول يعني هاد الاشياء كياخذوا فقط بضع دقائق وكل شيء كيولي مرتب وكل شيء كيرجع للمكان ديالو. البنات للزرابي او للمكنسه الكهربائيه، الا كانت عندكم لاسبيراتور كتخرج الغبار فكنصحكم انكم دوزوا المكنسه على الزرابي عاد ترتبوا الصالون. اما يعني الا كانت عندكم هذا النوع اللي عندي انا فهي ما كتخرجش الغبره نهائيا، فحتى جمعت الصالون ومسحت كل شيء عاد دوزت الزربيه. وفي اخر مرحله وكيف ما العاده غادي نعطر الصالونات بواحد المعطر ديال الورد اللي ريحته زوينه بزاف. كنت شاركت معكم شحال هادو وقلت لكم راني كنت خديته من بيم.
البنات كنبقى مستمره وكنخرج هكا من الصالونات، فما كنلقى شي حاجه يعني حدايا كنحيدها، اي حاجه ماشي في المكان ديالها كنحيدها من الطريق. لان البنات كنصحكم دائما الا بانت لكم شي حاجه محطوطه في شي بلاصه حيدوها، الا خليتوها يمكن لها تبقى واحد المده طويله وغتعكزوا عليها من بعد. فمن قبيله يعني منين بديت معكم هاد الترتيب الى حد الان، هاد الشيء كامل اللي درت خدا ليا فقط 30 دقيقه ومازال مستمره يعني، وغادي نكمل اشياء اخرى وما غاديش تكمل الساعه ان شاء الله وغنكون انتهيت. هاد المكان غير بالصدفه بلي متسخ، يعني الاطفال كيرجعوا بوحديتهم الاحذيه لهذا المكان فكيقيسوه باليدين، احيانا كيكون اليدين ديالهم هكا مسخين. فقلت يعني دوزت يعني وقفه علاش ما ندوزش عليه كذلك بسرعه، وكل حاجه حيدناها علينا كل ما مزيان. وكيف ما غتلاحظوا البنات غندوز فقط واحد المكنسه على الارضيه باش ما نضيعش الوقت هكذا في الصباح ونحيد داك الغبار وهذاك البقايا ديال الاكل اولا اي شيء. نفس الشيء بالنسبه للحمامات او للحوض، فهنا غادي ندوز عليه كذلك بسرعه. وصدقوني البنات لا كنتو كل صباح يعني او كل نهار كدوزوا شويه على الحمام او على الحوض بصفه عامه، فعمركم ما غادي ديروا واحد التنظيف عميق لانكم ما غاديش تحتاجوه، غيبقى دائما نقي. بالنسبه لهذا الحوض هو اللي كيستعملوا الاطفال يعني دائما وبصفه دائمه، فكيكون هكا شويه متسخ وتيكون فيه شويه ديال البقايا ديال معجون الاسنان الى اخره. غندوز عليه بواحد الحلفه هكا فيها شويه ديال الصابون، وغادي نمسحو فقط بواحد الفوطه اللي تكون شويه ناشفه. غندوز على الزجاج وصافي، يعني واحد تنظيف سريع جدا ما ياخذ لياش تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. ما نظفت حوض الاطفال بسرعه غنتوجه الان للحمام بنفس الطريقه، الماء والصابون وغندوز عليه كامل. ومن بعد غناخذكم معايا للمطبخ، خليكم معايا ونرجع لكم من بعد.
دخلت للمطبخ، بقات فقط غرفه الاطفال ما وصلتش ليها لان ابني الاكبر كان باقي ناعس، فما بغيت نشعل عليه الضوء. المهم هنايا غادي نشارك معكم بعض الاشياء اللي خديتها من كارفور، وقلت نشاركها معكم بالنسبه للاخوات اللي كيهمهم الامر. هاد الطبيصلات ديال البورسلين في اللون الابيض شكلهم زوين بزاف، كاين اشكال مختلفه. انا عجبوني هادو ديال الشكل ديال التفاحه والشكل ديال الورقه. غير الاشاره فهما تقالين شويه، يعني ماشي خفاف، تقال. والثمن ديالهم كان 4 دراهم على ما اظن الواحد، وقلت ناخذ هكا 4 بهذا الشكل و4 في الشكل الاخر. المهم عجبوني بزاف البنات اللي كيهمهم الامر راهم باقيين في كارفور ديال فلوريدا. اما بالنسبه لهاد الصوانيه يلاه جبتها اليوم غادي نستعملها، ويعني تفكرت ما عقلتش واش كنت شاركتها معكم في شي فيديو من قبل او لا. المهم اول مره غنستعملها اليوم، واحد الصوانيه ديال الخشب هكا صغيره، يمكن لكم تستعملوها سواء في المطبخ او كحامله شموع او توضعوا فيها هكا دي اكسسوار، كيبقى لكم الاختيار. المهم شكلها زوين بزاف، وكان جبتها ليا امي من اكسيون بالنسبه للبنات اللي كيهمهم الامر. المهم البنات الان غنحضر معكم بسرعه شويه تاع لي كريب هكا صغيورين، غادي نحضرهم للفطور لان ولدي الكبير يلاه فاق، وكنت وعدته يعني في الاسبوع، قلت له ان شاء الله في الويكاند غادي نحضروا لي كريب. المهم واحد الكميه اللي قليله وسريعه. هنايا عندي كاس ديال الدقيق الابيض، كاس ديال الحليب، شويه ديال الزبده، بيضه واحده، وملعقه صغيره من السكر. غناخذ واحد الاناء غنوضع فيه الدقيق الابيض، وغادي نوضع فيه الكاس ديال الحليب. كيف ما كتلاحظوا يعني الكاس اللي عبرت به الحليب هو نفس الكاس اللي غادي نعبر به الدقيق. من بعد غادي نضيف الزبده والسكر والبيض، وغنحركهم هكذا بالطراب اليدوي. يمكن لكم توضعوهم في الخلاط الكهربائي او بيديكم. المهم هو ان هذا الخليط خصو يتجانس مزيان ويتحرك مزيان باش ما يبقاوش فيه ديك البقايا وديك الكويرات ديال الزبده. هذا هو القوام اللي كنحصل عليه، واحد الخليط اللي كيجي هكا متجانس وفي نفس الوقت ماشي ثقيل ولكن ماشي خفيف. غنخليه على جنب، والان غنحضر واحد المقلاه. بالنسبه للمقلاه كنت شاركتها معكم في واحد الفيديو ديال المشتريات من كارفور، غير صغيره بحال هكذا وكتجي هكذا خفيفه، ويمكن لكم ديروا فيها لي ميني كريب، لي ميني بانكيك، لي ميني بغرير. المهم شكلها زوين وكيجيو حلوين هكا وصغار كيف ما كنقولوا. فوق واحد النار مهيله غنوضع المقلاة ديالي، ومن بعد غادي ندير واحد الكميه ديال الخليط، وغادي نبدا نطيب لي كريب ديالي حتى ننتهي. المهم بالنسبه للاخوات اللي غادي يسولوني، هذاك الكاس ديال الحليب والكاس ديال الدقيق خرجوا لي تقريبا 17 كريب صغيره. هذا هو الشكل قبل النهائي ديال لي كريب اللي كنحصل عليه. كيف ما كتلاحظوا كيجيو هكا صغيرين زويونين وفي نفس الوقت رطبين بزاف. كنصحكم البنات ملي تكونوا كتحضروهم فيما تساليوش وحده منين طيبوها، وضعوها في واحد الاناء وغطوها بواحد الفوطه نقيه اولا واحد لا سيرفييت، وكل مره يعني فيما طيبوا شي وحده وضعوها من فوق منها وسدوها بهذاك الفوطه باش دوك الجوانب ما يقصحوش وما يكرموش ويبقاو لي كريب ديالنا رطبين. كيف ما كتلاحظوا هنا عندي شويه ديال الشوكولاته السوداء للتزيين، عندي شويه ديال لي بونبون لي امينيمز، وعندي شويه ديال الشوفان مع الشوكولاته السوداء والمكسرات. المهم هنايا غادي نوريكم واحد الطريقه ديال التزيين، كيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم تزينوهم باي حاجه سواء العسل، الشوكولاته، الفواكه، القشده الطريه، تاكلوهم كيف ما هما يعني هكا ناتور. المهم كيبقى لكم الاختيار. هنا لان الاطفال يعني اليوم هو واحد يعني فقوا على خاطرهم ما كاينش المدرسه الويكاند، غادي ندير لهم شويه ديال الشوكولاته وشويه ديال الاشياء اللي كيبغيو.
تيكون البنات هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب اللي حضرت معكم، كيجيو رائعين ولداد وشكلهم زوين هكا وصغيورين. كيف ما لاحظتوا مقاديرهم بسيطه وقليله يعني، وخرجت واحد الكميه لا باس بها. المهم انا زينتهم بهذا الشكل للاطفال، وكيبقى لكم دائما نتوما الاختيار. بالنسبه لهذه اللي وضعت هنا فدرت واحد الطبقه في الاسفل وضعت فيها الشوكولاته السوداء مع الشوفان والمكسرات، ودرت يعني واحد الطبقه اخرى من فوق يمكن لكم تناولوها بهذا الشكل. اما بالنسبه لهذيك الاناء الاخر درت فيه يعني هكا على شكل دي غولي، والاخرين درتهم على شكل مثلث. ويمكن لكم كذلك ترافقوها فقط بالفواكه بهذا الشكل، هي كتجي زوينه وصحيه وهكذا لذيذه. المهم كانوا هادو هما الاقتراحات. كنتمنى البنات الفيديو نتاع اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكونوا خديتوا منها افكار ولو بسيطه. كنتمنى نكون فتكم بشي حاجه. الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنسوش انكم تشاركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. لي لايك ديالكم ولي كومونتير دائما تيفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا، فكره جديده وموضوع جديد، نقول لكم الى اللقاء.